السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هنستكمل جزء تاني من الوحدة الأولى بتاعتنا. هنبدأ النهاردة إن شاء الله ببعض الحاجات اللي لازم تيجي في الامتحان بتاعنا، حاجة اسمها البريفكس وحاجة اسمها السفكس. احنا قبل ما نخش في الجدول بتاعنا احنا عاوزين نعرف يعني ايه بريفكس ويعني ايه سفكس. ادي كلمة بريفكس والمقصود بيها، المقصود بكلمة بريفكس بادئة. طيب بادئة يعني ايه؟ يعني مجموعة حروف بتيجي في أول الكلمة. البريفكس مجموعة حروف بتيجي في أول الكلمة. طيب وبعد كده عندي suffix. السفكس يعني ايه؟ أهي الناهية أو ساعات بيقولوا عليها اللاحقة. طب ناهية أو لاحقة يعني ايه؟ يعني مجموعة حروف بتلحق، يعني تيجي في نهاية الكلمة. لو أنا هديك مثال بسيط على البريفكس، ما تنساش البريفكس مجموعة حروف، يعني حرفين 3 حروف تيجي في أول الكلمة. لو احنا خدنا أشهر حاجة مثلا زي اليو ان، هتلاقي اليو ان مكتوبة كده، يعني كاتب يو ان وجنبها شرطة. المقصود بالشرطة دي الكلمة، يعني اليو ان جاية قبليها. فمثلا لو أنا كتبت هابي، طبعا كلنا عارفين هابي يعني سعيد، وجيت كتبت قبليها البادئه اللي هي البريفكس دي ان، فانت تكون مذاكر ان ان دي اكنها نوت، يعني بتعمل الاوبوزيت، بتعمل العكس، يبقى ان هابي غير سعيد. يبقى البريفكس مجموعه حروف في اول الكلمه. طيب السفكس بقى، السفكس مجموعه حروف في اخر الكلمه. يعني كلمه ومثلا كتبها لك هتيجي في اخرها السفكس اي او ان، يبقى قصده الشرطه دي الكلمه، والاي او ان السفكس. السفكس بقى بيغير نوع الكلمه، بيغير نوع الكلمه. طيب لان احنا عندنا انواع الكلام اللي لازم نهتم بيه عندنا في منهجنا 4 انواع. يعني الكلمه اللي انت بتحفظها دي نوعها ايه؟ البص، احنا عندنا نون يعني اسم، وعندنا verb يعني فعل، وعندنا adjective يعني صفه، وعندنا adverb يعني حال او ظرف. ده انواع الكلام. السفكس بيغير نوع الكلمه. طب احنا نعتبر نفسنا اول مره نسمع الكلام دوت، وتعالى نمشي خطوه خطوه. انا عندي هنا مكتوب اي تي واي، خد بالك الشرطه معموله الاول وبعدين الاي تي واي، يعني الاي تي واي دي جايه في الاخر. مالها بقى؟ الاي تي واي بتخلي الكلمه اسم، بتخلي الكلمه اسم. طيب تكون اسم من الصفه، يعني الصفه بتتحول لاسم. يعني عايزك تحفظ ان الاي تي واي بتخلي الكلمه اسم. نبص عندنا على المثالين او الكلمتين اللي جايين دول. عندي كلمه اسمها individuality personality. individuality personality تميز او تفرد الشخصيه، يعني الشخصيه دي متميزه بشيء. يبقى personality معناها شخصيه، و individuality معناها التميز. واضح من الالوان ان الكلمه الاصليه individual وحط اي تي واي، personal اللي هي شخصي وحط personality بقت الشخصيه. طيب السفكس الثاني ان اي اس اس برضه بتكون الاسم، يعني الكلمه اللي اخرها ان اي اس اس بتكون اسم، زي كلمه kindness اللي هي العطف. طب الكلمه دي طبعا احنا عارفين كلنا ان اصلها kind. kind دي صفه، ايوه. الان اي اس اس عملت ايه؟ خلت الصفه اسم، بقت kindness العطف او الشفقه او الطيبه. عندي بعد كده دي بقى بريفكس، لان حطيت السهم في الخط، سوري، في الاخر، الخط في الاخر بادئ بكلمه سيلف. قال لك اذا انت لقيت كلمه اولها سيلف معناها نفس. نفس يعني انسان، حاجه خاصه بالانسان. سيلف دي يعني حاجه خاصه بالانسان، زي سيلف ديسكفري اكتشاف الذات، سيلف ريسبكت احترام الذات. وخد بالك في كلمه سيلف حاطط شرطه اسمها هايفن بين سيلف ديسكفري وسيلف ريسبكت. طب اذا الكلمه انتهت اي ان سي اي برضه بتكون اسم. الاسم هنا جاي confidence. confidence يعني ثقة. confidence جاية من كلمة confident لديه ثقة، وconfidence يعني الثقة.
طيب الاي دي لو جت في الاخر بتكون صفه، زي كلمه stressed. stressed طبعا هي اصلها ستريس، وستريسد معناها متوتر او مرهق، وساعات بتيجي بمعنى مجهد. طيب هنحل بقى شويه كلمات عموما على lesson 1 و 2، شويه حاجات على العكس والمرادف اللي هو العكس والمعنى يعني، وهنحل شويه على ايه انواع الكلام. نبدا السؤال الاول. The suffix ence in confidence اللي جاي في كلمه confidence، يعني هو حاطط لك بين اقواس اهي صغيره، اهو القوسين اهم عشان تركز على الكلمه اللي بين القوسين. ence في كلمه confidence changes the word، تغير الكلمه into a or a نقط، يعني الكلمه اللي اخرها ence بتكون ايه؟ بتكون noun. احنا قلنا ال ence بتعمل اسم. رقم 2 the earth and the sun، الشمس والارض are unique. unique يعني حاجه فريده من نوع، مميزه. طيب the antonym دي يعني المضاد. الانتونيم of unique is unique، دي حاجه مميزه، حاجه فريده، يبقى عكسها حاجه عاديه، حاجه طبيعيه، يبقى كلمه normal طبيعي، ويونيك مميز وفريد من نوع. نمبر 3 اللي بين القوسين اهو stressed اللي خدناه هنا مجهد مرهق متوتر. stressed can have the same meaning، لها نفس المعنى of، لها نفس معنى كلمة worried. stressed مجهد متوتر مرهق، هي كلمة worried يعني قلق. نمبر 4 we can form ممكن نكون، ركز بقى كده، the noun قلنا يعني الاسم. نكون النون from the adjective، قلنا adjective يعني الصفة، يعني أكون الاسم من الصفة اللي هي individual by adding، بإضافة the suffix، يعني عاوز حاجة من دول كده أحطها على individual عشان أخليها noun ity، عشان تبقى اسمها individuality التميز أو الفردية. السؤال الخامس the prefix self، البادئة self اللي جاء في الأول في كلمة in self respect، في كلمة self respect احترام النفس أو احترام الذات. means related to يعني متعلقة بكلمة أو تشير لكلمة، هتبقى طبعا one self، وone هنا مقصود بيها إنسان. طيب السؤال السادس the suffix نقط form السفكس ايه اللي بيكون the noun، بيكون الاسم from the adjective kind من صفة kind، يعني kind تاخد انهي نهاية، kind هتاخد NESS، kind يعني عطوف، وkindness يعني العطف. طيب نروح لحاجة تاني في الكلمات بتاعتنا، في الفوكاب بتاعتنا. الكلمات بقى طبعا السنة دي كلمات يعني هتلاقيها طويلة شوية وكتير شوية وأول مرة تاخدها تقريبا، فحاول تحفظ كلمات بشكل كبير جدا 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 عشان ربنا يوفقك إن شاء الله في الامتحان. هنبدأ السؤال الأول، بيقول لي encouraging your children، تشجيع أطفالك، and supporting them، support يعني يدعم، تشجيع أطفالك ودعمهم، gives them great، ده بيديهم to do well، ليؤدوا بشكل جيد، يعني لما اشجع اطفالي وادعمهم هيديهم طبعا ثقه، فكلمه ثقه يعني confidence يعني ثقه. طيب نمبر 2 محمد صلاح is simple يعني حاجه بسيطه. he was born into a simple family، ولد في اسره بسيطه. يبقى هو اداني حاجه عن نشأة محمد صلاح، هي تبقى محمد صلاح's background، نشأة أو خلفية محمد صلاح. طبعا النشأة اللي هي البيئة المحيطة بالإنسان اللي عاش وتربى فيها. نمبر 3 being quiet يعني هادئا، كونك هادئا يعني لما تبقى هادي في حياتك بينك وبين نفسك كده. is not لا يكون نقط point، لا تكون نقطة ايه بقى هنشوف، but it's a
strength one ولكنها نقطة قوة. يبقى كونك هادئا لا تكون نقطة ضعف weakness ولكنها نقطة قوة. طبعا بالمرة كده سريعا، كلمة weakness هي أصلها weak دي صفة adjective، لما حط النهاية NESS حولها ل noun، weakness بقت الضعف. بالمرة كمان كلمة strength هي noun بس الصفة منها كلنا عارفينها strong يعني قوي، و strength يعني قوة. confidence دي ثقة، الصفة ده كده noun، الصفة منها confident يعني لديه ثقة أو عنده ثقة في نفسه. نيجي للسؤال الرابع. confidence and patience، الثقة والصبر are great of any leader يعني قائد. الثقة والصبر هي إيه لأي leader، لأي قائد هتبقى are great values، قيم عظيمة لأي قائد. السؤال الخامس. so much homework، الواجبات الكثيرة usually makes students feel، تجعل الطلاب يشعرون، وعامل نقط طبعا بالإجهاد stressed. number 6 people usually، الناس عادة those يعني هؤلاء who do something useful، اللي بيعملوا أشياء مفيدة ونافعة like scientists، مثل العلماء. أكيد إحنا بنقيمهم تقدير عالي ونقدرهم تقدير عالي، هتبقى value يعني يقيم أو يقدر. السؤال السابع. what عامل نقط do you think ليلى faced أنا معناه يواجه. ما هي من وجهة نظرك اللي أنت تعتقدها إن ليلى واجهتها، يبقى ما هي challenges، what challenges ما هي التحديات أو الصعوبات اللي ليلى واجهتها. نيجي لنمبر 8. when you know where someone comes from، لما أنت تبقى عارف الشخص ده أصله جاي منين. this means you know their، ده معناه إن أنت عارف إيه، هتبقى طبعا background، عارف نشأة وخلفية هذه الأفراد. نمبر 9. to not means يعني حاجة معناها، دي معناها to have a high opinion. طبعا high opinion يعني رأي ذو قيمة مرتفعة، يعني مقدره تقدير حلو، مقدره كويس يعني of someone or something. سواء قدرت هذا الشخص أو هذا الشيء بقيمة حلوة يبقى أنت عملت له إيه؟ value، قيمة أو تقدير. السؤال العاشر. self، ودي الشرطة اللي اتفقنا عليها، means معناها learning more about who you are، تتعلم المزيد عن من أنت، من جواك يعني. يبقى أنت كده self discovery، اكتشاف الذات، بتعرف الكثير عن نفسك. 11. being courageous، طبعا courageous دي معناها شجاع، أن تكون شجاعا and confident وواثقا من نفسك is a good quality، يعني صفة جيدة، يعني ميزة فيك. quality يعني ميزة فيك، ماشي. ممكن تقول صفة أو ميزة. نوعها طبعا noun، نوعها اسم. طيب نمبر 11 كده خلاص. بيقول 11 تاني being courageous and confident is a good quality for building your character، لبناء شخصيتك. طبعا character يعني الشخصية. نمبر 12 he has a strong will. واضح هنا ان كلمة will أول مرة تجيلنا بمعنى إرادة، يعني هو لديه إرادة قوية. he can، هو يستطيع his illness، مرضه أو مرضه بمعنى أصح and get better، والتحسن. يبقى هو قدر overcome معناها يتغلب على، قدر يتغلب على مرضه وأصبح بشكل أفضل. آخر سؤالين عندنا. not means who a person is. who a person is يعني من يكون هذا الشخص. طبعا هتبقى identity، الهوية. هوية يعني الإنسان ده يعني هويته زي نشأته كده، البيئة اللي تربى فيها، المجتمع اللي عاش فيه، ادي معنى identity. not means حاجة معناها
to have a high opinion. أنا عايزك تحفظ بقى have a high opinion، لديك أو لديه رأي عالي في حاجة، يعني رأي حلو في حاجة، يبقى أنت بتعمل value. طيب نشوف حاجة كمان. choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. The word unique means. The word unique means. أدي كلمة unique، مميز. يا ترى unique معناها the same as others، يعني زي الباقيين، popular محبوب أو مشهور أو شائع، one of a kind واحد فقط من هذا النوع، strange غريب. طبعا unique معناها one of a kind، مميز يعني حاجة واحدة مميزة في وسط حاجات كتير. طيب number 2 your background. النشأة refers to your، تشير إلى، النشأة تشير إلى family and experiences، الأسرة أو العائلة والخبرات والتجارب الحياتية. number 3 the opposite. opposite طبعا ما تنساش حاجة، إن كلمة opposite اللي هي المضاد بتساوي كلمة antonym. سواء قال لك antonym أو الأوبوزيت يبقى عاوز العكس اللي هو المضاد يعني. طيب نرجع للسؤال. the opposite of strength. strength يعني قوة، عكسها weakness. weakness يعني الضعف. weakness يعني الضعف. طيب number 4 we add the prefix. بنحط البادئة. أنهي بادئة؟ to the adjective popular. نحط أنهي بادئة على كلمة popular to get the opposite، للحصول على العكس. طبعا popular العكس منها بتبقى unpopular. طبعا خد بالك من حاجة، احنا هنيجي إن شاء الله في يوم نشرح كل بادئات العكس، لأن عندك الأربع بادئات دول بيعملوا عكس، زي كلمة un وin وthis وmiss، كلهم بيعملوا عكس، كلهم معناهم not. بس طبعا كل كلمة ليها إيه؟ ليها البريفكس بتاعها. فاحنا هنيجي في يوم ناخد البريفكسز نلخصها كده ان شاء الله مع بعض في حلقه كده مع بعضينا، نشوف البريفكس ده بيجي مع الكلمات ايه الشهيره في المنهج يعني. السؤال الخامس he showed، اظهر، بين لنا يعني great not he showed great not by not giving up. خد بالك giving up دي معناها يستسلم، فهو قال لي not giving up يعني ما استسلمش. after facing بعد ما واجه a challenge، بعد ما واجه تحدي، يبقى هو أظهر إيه؟ great weakness ضعف، identity هوية، أظهر هوية، stressed مجهد أو متوتر، لا طبعا هو أظهر great strength قوة عظيمة، قوة كبيرة. having أن يكون لديك نقط means you معناها أن أنت believe in your own abilities. believe in شبه كلمة تثق أو تصدق in your own abilities. abilities يعني قدراتك. abilities يعني قدراتك. طيب يبقى أنت having confidence، لما يكون لديك الثقة يبقى أنت واثق في قدراتك الداخلية اللي عندك يعني. طيب احنا كده في النهاية نكون خلصنا أهم الأسئلة على lesson 1 و 2، وإن شاء الله في مزيد من الحلقات وهنخلص المنهج حتة حتة مع بعضينا، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.